بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، نتكلم حول نهاية معركة الحنين. فيها دروس وفيها حكم وهناك أمور عاطفية، أرجو أن تنتبهوا وتسمعوا ما جرى مع نبينا أو مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وبينه وبين صحابته إن شاء الله. برايت عزيز إيرو أمي بحثا خلاص بونا حرب حنين بكن إجا تشتي براستي تشتي هم بحكمته دهنا وهناك تشت أواكينو أم بيجن بكردي مرق بمحزون دبا خمجين دبا كو صحابه و پیغمبر چوا هف حست کرن، احترام وان چوا بو، قدر و قیمت چوا دادن هف. درس مهم تده هنه ایبی دارن که امتکار موانا بخشکایی بین زمان انشاءالله مهدي بحث وان بكن. طبعا حينما انهزم المشركون في بداية المعركة تركوا خلفهم أموالا كثيرة وسبايا وأولاد هكذا، ولجأوا إلى الطائف. طائف بلد فيها حصون، بلد محصنة. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بقوا هناك عدة أيام، ضربوا حصارا عليهم، ولكن في النتيجة لم يتمكنوا من فتحها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن يستمر، لأنه أدرك بأن هؤلاء لم يبقى لهم مجال، أطرافهم من الأراضي ومن البلدان دخلوا في الإسلام، بقى الطائف فقط، وعن قريب سيدخلوا في الإسلام. فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدد عليهم ويجبرهم على القتال، قال أسحب الجنود، وبعد ذلك هم سيلحقون يعودوا إليهم رشدهم. وبالحقيقة حصل ما كان يتوقعه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فترة بعدما انسحب فبدأوا يأتون إلى النبي ويظهرون التوبة والإسلام ويدخلون في إسلام شيئا فجادا. كان نتيجة المعركة تقريبا. پشتێکۆ شەڕێ عەول مەگۆت حونەینێدا مەیدانە عەول ڕۆژە عەول کشار کردن و عەولی مسلمان پشکی شکستن داویە کۆم کرم سەرواندا چوون کافر ڕەڤیان لدۆخۆ گەلک مال و ملک و سەروەت و زاروک و تشمشتا گەلەکیشتن حەیوان مەیوانە گەلەکیشتن. پێغەمبەر وان گشت کرد هەنکی سەحابەرە گۆ ئەلڤرا برە دەستێوەدا بسەکنێ بدووان کرد. ئەڤان ئینسانە کەتن باژارێک ژێرا تێگۆتن تائف، چون کەتن لەوێ باژارێکی پاراستی بوو. تقريبا 10-15 روجا پیغمبر و تبع مسلمان الدورة وساكنين كرن نكارن يعني. هناك وسيلة نوجي مسلمان أو تجربة كرد في شارعانه دا نهرتن زحمته بنكارم سروان دارن جامعة أخو بكيس كربون هذا مسلمان دهاتن تيرا داويتن وان ورحاصل نهرتن زحمته پیغمبر جه عليه الصلاة والسلام نخوص زيادة لسروان بجدينه. هدي فهم كربو در دوره وان تيدي تبونه مسلمان أو بطائف تنمايه ایرونه بصبه يعني. پیغمبر رحمته أبي دلوانية، پیغمبر كو هدفه الهداية وإصلاح إنسانا، هدفه نكشتنا إنسانا يعني. يقول إيرونه بصبه نبى تصبه وانا تسليم ببن إيجاب ناك از قلك وان مجبور شربك ما دام رفيانه كتنا باجارك يخو فشارتنا شر ناكن از زيده بسروان داناچم ایرونه صبح جامعه را پوشمان ببن ورن تسلیم ببن بيجي خلاص اميدي شر ناكن. هدفها پیغمبر ابو صحابي را گو ام بزفرن تمام ايدي وك خوانيه انا ونابه ل صبح تصبح جامعه را پوشمان ببن تماشا كن چاره تنه ايدي جي خراب بعالم قلب وان فكج ايمان را بزفرن ورن ببن مسلمان. رسول خدا عليه الصلاه والسلام او حصاركم كرمانجي جراتي گوتن دور پیچ امبارگو اكتابو سروان پیغمبر راكر اج ابلو خاجرات بجن و تام بزفرن ايرون اصبه وانا ورن يعني ايوانا يدي علي مدى ورن. حتى صحابيه قو يا رسول خدا لوان نفر بك قلنا يا ربي توان هدايات بك ان شاء الله دفرت سلوان نكر قو خدا وان هدايات بك ان شاء الله يورن. بفي شكل شر خلاص بو شر ولي خستن خلاص بو اجا ما مالو تشتدني ام تماشا كن كايجا پیغمبر دودا تشكر چنكر ام بحثا يمكن ان شاء الله. طبعا بعدما رفع النبي الحصار عنهم أتى إلى جعران مكان كان جمع فيه الغنائم، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع المال. وغاية النبي من ذلك كان يحب أن يأتي إليه هؤلاء أصحاب المال، يأتوا إليه تائبين يدخلوا في الإسلام فيعطيهم أموالهم. كان هذا غاية النبي، فكان يؤخر التوزيع، يؤخر ويؤخر، ولكن في النتيجة
رأى بأنهم لم يأتوا، فبدأ النبي يوزع المال بين الصحابة وبين المسلمين. پیغمبر پشتێک هات جیەک و مال وان خەنیما ئەم دەری حیوانە دایە سەکنادن حیوانێ وانژی پڕەنەوانە بحەزارانە. پیغمبر زوو بەلا نەکرد، هیچی دەستی خۆ گران گرت، گۆ بسەنە ئیرۆ ناسبێ ئیرۆ ناسبێ. حتى عالم دبێژن پیغمبر نیەتەی ئەو بوو دگو ئەز هینکیش دەرەنگ بکەم ئەز عەجەلە نەکەم مال بەلا نەکەم لەورە هینکی ئینسانش مال حەزکردنە حیوانێک بگرن و هەرم پارە خۆ بۆ بەلکی وانە ببن مسلمان وەرن تەوبە بکن ئەز حیوانێوان سەماڵێوان بدەمان یعنی فقط جامێرا هێجاژی دەمەکی دلێوان پاک نەبوو هێجاژی خو دەرەنگ خستن ناتن vرداوێتە هەژی خو گران کردن حتا کۆ پیغمبر مال بەلا کرد پشتێک مال بەلا کردن هێژا ئەوان ئینسانە بە ئالی پیغمبر دەهاتن عليه الصلاة والسلام یانێ ئەوک نەکردن زوو بزوو نەسەکردن هاتن پشتێک مال بەلا بوو پیغمبەرژی بەلا کردەمە ئەنە بەحسە بەلابووناویژی بکەن بوی شکل پیغمبر علیه الصلاة والسلام لهرت ناینه گوز مال بلاک بزنی حتی کین قال بلا بسکنم هاتنا وانا ندیاره وانا کنگی ورم مال وان بلاکه. ما حصل النبي بعدما قسم الأموال سنتكلم بعد قليل أعطى لمن حينما قسم بعد التقسيم أتى إليه أصحاب الأموال تائبين ودخلوا في الإسلام وقالوا يا نبي الله أتينا ماذا تعطينا ماذا لا تعطينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى خطتي قال لهم أنا وأسرتي سنعطيكم كل ما أخذنا ولكن أدلكم على أمر تعملونه بعدما أنتهي من الصلاة سنصلي بالجماعة قوموا وأعلنوا في الناس قولوا نحن نستشفع برسول الله إليكم ونستشفع بكم إلى رسول الله أي نجعل الرسول شفيعا لنا كأنما يقول باللغة العربية من أجل خاطر النبي يعني هكذا يقول أعيدوا إلينا أموالنا أن تقولوا هكذا وأنا سأعلن. فهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله نريد أن تعيدوا إلينا أموالنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الكلام قال أنا باسمي وباسم عائلتي بني عبد المناف وبني هاشم أعطيكم كل ما أخذناه. فقال الصحابة المهاجرون من أجل الرسول نحن كذلك نعيد الأنصار هكذا وفي النتيجة كلهم أعادوا إليهم أموالهم قالوا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا الشكل استطاع النبي أن يأخذ منهم كذلك أموالهم ويعيدها إلى الذين دخلوا في الإسلام جديدا. فشتك مال بلا كرن وانا هاتن توبه کردن وان بونا بسلمان و یا رسول خدا ته مال ما بدی ما ندی ما زاروک ما فرداوی دا پیغمبر گو مال و شیرین زاروک و شیرین والله مال ما شیرین تره گو تمام نه گو زاروک ما شیرین تره گو تمام زاروک و مبدن و لی والله ما مال و بلا کرد فقط از و عائله خو از بناوی وان از بدم و بسمام پیغمبر و بسمامی گو بناوی وان از ددم به خبردان فقط وانا دنيا ازنك في لوانم يعني محقي وانا مدايا وما شركر ورافيان مالي ودست مدامام بلاكر فقط جواز تشتكي جوارا بجم ازي ريكي بيشوكم حيلكي بلكي عيبه بجن حيله ولكن الجورا سيستمي وقتها كبج حيلكي ازي ريكي جوارا بجم يعني مالي والصحابيه بسطين بشكلك خوش قلت جواب كي جو انا بخير امل مش بكن بشت الميجكم المشكل رابن بجن قالوا صحابيه جبون خاطره پیغمبر ام تشتكي جوات خوازن يعني معنوي ام پیغمبر كان وقع شفيع جبون خو جبون خاطري وي او جبون خاطره و بسلمانا ام تشتكي جوات خوازن بو خاطره پیغمبر ون تخارم تشتي بدن ما ون رابن وصابيجن پیغمبر زان بو صحابه پرجه حست دما كتاگو جبون خاطره پیغمبر صحابه راح يخف فداد كن اجا سجار حبزن مزنا بجنا قربان پیغمبر تكرن پشتێک پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمش کرد وارا در حرابون پیاگو گلو جماعت گوجبون خاطر پیغمبر ام تشتێکی جوات خوازن ام پیغمبر دکن شفاعت چیز بون نابر خو ودا پیغمبر گو کرم که بجا چت خوازن گو مال مونا درمه حیوان واش ما صادی واجب در وام ابو مسلمان ما توبه کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام رابو جوارا گو بنه وانا واج مراد بجن بون خاطر تم کرنه وسیله جبونه وانا بمن رجاج وقت کن از مال خود تفد دمان ایک دانه من و بسمام من انا آب من بسمام من گو مال وان از وکیل تمام از ددم دقاود بچه و سربستن ای صحابه نش پیغمبر حست کن علیه الصلاة والسلام
يعني ناخوازن پیغمبر پچکی عاجز بش بونه پچکی عاجز تم جان خو فدات کن ولا انصار تفکر ابونگو اما هرچیش بونه مال امام تبش بونه خاطر پیغمبر ددن انصار قریشی اوی صحابی کو مهاجرن هجرت کردن وانجی گو والله امیش تب ددن ور حاصل به شکلی تفکر مال وان وان زفراندن كيف وان هاد پیغمبر في حیلانش ولا گو و کنم بکن دل کس کی نامینه تبش من حست کن احترام ما دگرن يعني وجوا توبه كريه بفي شكل پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما لوان بلاكر افيات شو ليه وقت يكون كي حيوان بلاكر دبدا برسكتشتك جدنا جيبو امي انا بحسائي بكم امر اخر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوزع اختار النبي ان يؤلف القلوب اعطى لمن قلبه ضعيف لم يقترب كثيرا من الاسلام فاراد بالمال ان يجذبهم الى الاسلام فأعطاهم كثيرا يعني الرجل يقول 100 جمل النبي يعطيه 200 يعطيه 400 فكثير منهم يقول كنا نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا في الإسلام فبعدما أعطاهم وحبب إليهم الإيمان في آخر النهار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلينا من كل شيء غير الله بالمال قلوبهم النبي كان حكيما كان يعلم هناك أشخاص بالمال يدخلون في الإسلام مفتاح قلبهم المال فكان يعطي المال يفتح الله القلب فبعد ذلك يأتون إلى النبي ويكون من أحب الأشخاص إلى النبي والنبي كذلك أحب الأشخاص إليهم وزع المال هكذا بينهم العلماء يقولوا هناك ناس مثل الحيوانات الحيوان مثلا تعطيه العشب يأتي خلف العشب هناك من الناس إيمانه في معدتهم عن طريق الفم والمعدة يدخلون إلى الإسلام فعلينا أن نعلم كثير من الناس بالمال يدخلون في الإسلام وكثير ربما بالفقر كذلك يدخلون في الإسلام فسنة الله في الكون هكذا هناك من يحب المال وهناك من يحب أمر آخر والنبي بهذا الأمر استطاع أن يحبب إليهم الإيمان پیغمبر مال بلاكر دقت بيابكن وقتی وان حیوان بلاکر ندا ابو بکر ها ندا ابو بکر ندا عمر ندا علی ندا وانا ندا پر صحابی ندا وان دا وان که نوکت نه اسلامی وان ایجا نوتن جامعه لمشت کن هنا فیک تنجانم نوتن جامعه یعنی ام کرم که ور یک هروتن جامعه ام جارات به توید تشکینا تجماله یعنی یک نوته بر عاجز نبه پیغمبر داوان صد حب دفع دو صد حبی 500 حبی داوان يعني هبو تقول يا رسول الله قد إكاب دافي لا يمش تقول داوي تقول دافي يا داويجي بيخمبر أم جوانات بيجن مؤلفة القلوب يجي طلقاء أبي كدلي وانا هجا نرمه تام جرم نبي الإسلامي را بيخمبر دكتورة كي برمازن بو بعربي جرات بيجن حكيم زانبو هناك إنسان ببرا نرم دبن هناك إنسان بمال الدنيا كيفن إسلامي هناك إنسان بكرسيكي إجا عالمكي قد رحمه عليك عالمكي دبي هناك إنسان وكنا بزنانه وكنا حيوانانه حيوان شوانن مثلا أبيكو جندينا حيوان جيات كده سيخو حيوان دو جيات تبصري حيوان أخذ كري دبي هناك إنسان حين وكا حيوانات جيات بيش كل دو جيات يعني هناك إنسان لدو مال الدنيا تاني حتى كنت كمان دحفكا خده يعني فريفان إنسانك بيخنبر عليه الصلاة والسلام مال داوان بفي مال هاني بون مسلمان داوي جا إيمان كت قلبي وان دلي وان نرم بو حتى كوكاتن إسلامي إجا تمام هدي إجا مالك الدنيا تفدان جبوني برا بون مسلمان بشت جبوني إسلامي برا دان يعني حساب كيف يجي شقا تشتكي مازنه حتى أنس يكوري مالك دبجا إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها دبيكي إنسان هبو جبون الدنيا بسلمان دبون بشتك مسلمان دبون إسلام جرى جهر تشتي شيرين تردبو بفي شكله پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال لك إنسانا بفي بريب آلي إسلام داني بون مسلمان وكتن إسلامي دليوان إسلامي شيرين بو وبون إنسان قال لك صالح ليه برسكريك كدفر لا تشيبي أمي أنا يجوارا بيجن تماشاكن كا تشوابو ولكن ما حصل حينما وزع النبي الأموال وأعطى خصوصا للذين دخلوا في الإسلام جديدا وترك القدماء بعض
الأنصار الجدد بعضهم ليس الكل بعضهم خصوصا الشباب قالوا أن رسول الله تركنا وأهملنا وأعطى كل شيء لأهل مكة للأقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذا الكلام فجمعهم وتكلم معهم وبين لهم الحكمة من ذلك. لماذا النبي أعطى المال لبعضهم ولم يعطيها للبعض؟ فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك. وأمر إن شاء الله سنقرأ بعض الكلمات إن شاء الله منه. پیغمبر وقتی که مال بلا کرد دقت بیا بکن. هنه کیج مسلمان مدینه انصار اوی وانه گنج بپرانی گنج وان اوی که یعنی هجا تام اوان نبونه ظلام تمام سنبیل وان قال النبیه گوالا پیغمبر مجبیر واکر دا اقربای خوبان اقنوکت نه اسلامی او جوان وسوسه کی چه بو پیغمبر مجبیر واکر سروک و ناوی سعد کره عبادت پیغمبر گو سعد خبردان کیاتیا گوی من راسته گویره گو تد بیچی گو اجی وکوانم نکو هات فکره لجبیر وانکن گاوا تم مزنه ملت کی بی مزنه جامی کی بی جماعت کی بی عشیرت کی بی تشیکایت کی وقت بکی نبیجه از وکواننم نبیجه اجی یک جوانم گو اجی یک جوانم نبو از وکواند بیجه ما گو اجی یک جوانم قومي منه ملته منه از نكارم وان بفروشم النكارم مش علاقه مجواني نا والله شيء انا جيك جوانم يعني اللي دردك يوصى هي وان مسلمانا شكايتك وان هي دبيجن پیغمبر ندامه تشتكي چما عجبا چما بي مال ندامه كو 10 سال امپيرا شرد كنو مجادلات كنو اليكاريا ويتكن اووانا هفته كي بري بنا مسلمان تبكي مال وملك پیغمبر داوان عليه الصلاه والسلام پیغمبر اجا وان كوم كير گورن اجوارا بيجم اجوارا بيجن چما مال ندايوه مشاد چما دايوان انسان هانه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم وتكلم لهم حول امرين. اولا ذكرهم بفضله عليهم بانهم كانوا اهل ضلاله واهل تفرقه واهل شرك واهل كفر، فالله عز وجل بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم هداهم إلى الإيمان دخلوا في الإسلام أعاد إليهم عزهم وكرامتهم. قال هذا فضلي عليكم لا تنسوا هذا. وكذلك النبي كان عادلا ومنصفا قال ومن حقكم أن تقولوا بأن لكم علي فضل، أنا كنت طريد لا أحد يعينني لا يوجد لي منزل فأنتم فتحتم لي البلد وأعنتموني بالمال وبالأولاد وبكل شيء، هذا فضلكم وهذا فضلي عليكم فلتعلموا هذا. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم بأمر كان لطيفا جدا. پیغمبر وان کوم کرد گو گلو انصارا گو بله یا رسول خدا گو ور تشتکی و گوتی دنگ هاتی گوی من بله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر رحمت له او گو داری بکن گلو جماعته امام انسان جانك عاجز تبن امنان كورن بابي خناس ناكن كم عاجز تبن بابي خناس ناكن تشكر يا جمرا ايش دايكا خرات بيت تشكر يا جمرا قد تشكي نكر بن نه ما هاد زكي دايكا خدا مامل ويجي انكار تكن. پیغمبر تماشا كن وانا كوم كر گو گلو انصار ورج ورا تشتكي بيش گو هم پیغمبر جوانا تشتا گو اوا يك گو گلك قنجيه ول سر منه امش قنجيه ميجي سر وهي جبير وانا كن هار تشتا زانبن گو قنجیا من کل سروه گو بنیون کافر بون اون پرچه بون بخوایی بون قیمت وطنه بون یعنی اون نتشتکی بون از هاتم ناوا و رب عالمی اسلام دل ودا شیرین کرون بون مسلمان و امام خدا آنی و براکوژی وانجی ابو و کرده ما هفت کشتن براکوژی و قدیا مبریه قدر و قیمته و چه بو ور حاصل ایرو بون قوم کی ناسکری افیا تف خیرام خدا داوا. پیغمبر چه قوان تشتاد بیجه ایجا وانا دگرین استر چاویان تخواره دل وان فدید که دل ما چاوی تشتی آنه گوتیه دبی اولا راسته یا رسول خدا داوی پیغمبر دبی قنجیا ویجی سر منه هی ویجی بیجن حقی وهي وخبر دجيانه دبي كلمة حتى پیغمبر دبي اگر كون بيجن لو شئتم لقلتم لصدقتم ولا صدقتم دبي اگر و بيجن ونحقي كل سر بيجن تكس كي نكار حقي وانكار بك ميران يا وانكار بك اجا چيه پیغمبر دبي ونكار بيجن اتيتنا مكذبا فصدقناك
تهاتي خلقيت قوت نا پیغمبري مشتا قوت پیغمبري ما امام تاني راسته ملت مكه پیغمبري انكار كن و مت بكجن ملت مدينه قوت سرچعب مراتيت پیغمبري خداي ومخذولا فنصرناك تبي آريكار بكس كي آريكارية تنذكر يعني مكه خواست بكجن لما امام تاني ما آريكارية تكر وطريدا فآويناك مال وملك تتنب مال خداته وعائلا فآسيناك تشكي تتنب مال جداته مال داته ظلام داته ملدورة تسكنين في تشتيانات شخاك جوانا قو دبي إجا دقرين ملت أنصار دقرين في كلمة هنيد بجن يبكون ويقول بل لله ولرسوله الفضل والمنة فديت كين يا ما تشاو في تشتيانات قو ما تشاوش بيخنبرا قو تمجبير فاكرية بيخنبر جوانا دبي وفان تشتاتمج مراكرية دبيت راست جوانا بيخنبر تشخاد بجا دبي لله ولرسوله الفضل والمنة ودقرين عيب ما تشاو في كلمة قو عيب نبوش مرا ما تشاوش بيخنبرا قو تمجبير فاكرية وكين قال ما نقوتا دبي دقرين پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوانا دبي أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاءة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم دبي قالوا أنصارا يعني جبونا كان حبزنو نظام تشمشتي وساكنوا بشكي قيد لي وش من مايه من هناك إنسان بفان سي حبزنا وان الإسلامي جرم كريا جبونا ببن مسلمان كان حب دفا ضايوان كان حبزنا ضايوان كان حب كاركا ضايوان جبونا ببن مسلمان لمن وأمانات إيمانا وكريا حساب قالوا جماعتي تشخصك ببراد كي دوست شخصك يجي بميرانيا خود دوستته كي جا جوان باش عيرا أبي برايا أبي كجدل خوب يا دوسته أبي كجدل بيا دوست أو دوسته يعني پیغمبر گوز هنکا بپراد کم مسلمان اما ایوه گو ایمان و بس ایوه قد اک نکن یعنی از زانم وچه انسانه از اصل و زانم جوهر و زانم میرانی و زانم وی تشتیانه جوانا گو داوی کلمه که پر عجب پیغمبر کجوانا دبیجه دها وانا شخون دگری ایجاد کبن بنی عردش فدیا دبی چه جوانا پیغمبر دبي ووكلتكم إلى إسلامكم وتسليم إيمان وكريك ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء يعني بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم دبي يقول قيونا خوازن ملت بزني ببن مالاخو وجي بيخنبر ببن و بيخنبر ببن مالاخو أسفارا وما ملت بزنش خابرية و بيخنبر ببن قد نبص في أجوارا ای وقتی وی تشتی هانت بجه وان انصار یک جار فدید که دبی رضینا برسول الله قسمتا پیغمبر پارامه ما قبول کرد تمام پیغمبر پارامه تمام ایدی و اکیدی براملت دنیای تبش خرابه پیغمبر پارامه علیه الصلاة والسلام قالوا جماعته جانا کو پیغمبر یاجی خواده تشتکی بکنی سیب مرا قال مر قیمت ایزان به نبی پرمتنه نبی بیتشتمتنه ایمانت هه بله تعبد خواده اري خواده تعبدتي قبول كريه تمام تمت حضرت محمد عليه الصلاة والسلام تمام پیغمبر صلى الله عليه وسلم في تشتجوانا گو خلقي بزنه برو پیغمبر ببن ايغو رضينا برسول الله قسمة وحظا ابي تشتيانيج بوانرا تشيبو ابي اجبير وانا كنت تشتكي كتابه تاريخ دمك بحثيات كن براستي او مروين كي فديشت كي دلي مروات شوته مروي سبحان الله فان انسان عيبا خوشي قبول كرن و داوی چقش پیغمبر جی حست کرن علیه الصلاة والسلام و جوی وقت دا پیغمبر درس کی دامه که هنک انسان به پراد بن مسلمان هنک انسان به پراد بن دوسته هنک انسان جی به پراد تدفروشنش اوانش هنه یعنی فقط اوی باش اوی ظلام اوی خودی اخلاق و ایمان مازن بن پرا نادین پرا دنالی کی دین گوته چه خدات به چه رب مد به چه اخلاق مجمرات به چه او دقت به تشتهانت کن و پیغمبر تشتکی دی جوانا گو والله زمان هر ورا اینکه ظلم لو بکن جوانا ساگو گو اینکه ظلم لو بکن ولكن صبر بکن حتى رجع قیامت السر حوزه کوثر ام کوم دبن حتى وقتی که صبر بکن يعني زمان هر ورا جارا قدی بشکین حقیل و ولا کرن ابي اجا ظالم الوانا حقیناکم فقط دنیا ان حقی ورا کرن لی پیغمبر وصیت خل صحابیات کرد گو کی لدومن بو خلیفه جی رحم الانصار بکن قیمت بدن وان عفو بکن کیمانیه وان ندینن لورا فضل وان قال لك السرمه يعني قال لك فضل
وقنجي وان لسر پیغمبر هبو عليه الصلاة والسلام لسر إسلامي هبو حتى برا إيرو درس ما بس لرب العالمين عز وجل جوان تبا راضي به إن شاء الله وان إن شاء الله كريا جيرانه پیغمبر وخدا ماجي بك جيرانه وان ام ساكن وان بيجن ما تبا ج ريا راس ج أخلاق ج إيمان خدي دور نخنه إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة ولكن نرجو الله عز وجل أن لا يبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع هؤلاء الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين إن شاء الله. إلى أن نلتقي ابقوا في حفظ الله ورعايته. نلتقي بكم إن شاء الله في الجمعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا قريب بقري آزاد أجمعين بارك الله فيكم إن شاء الله. يا بقرأ عزيزي الله خابات كم جار قديمك يا أذكر أوسيتي الدرجة برود ردي سمهار بانكر خصوصا